مستوى احسن مني فحاول اشتغل على نفسي، لكن انا ازاي اصلا اغير من المدرب بتاعي؟ تخيل انت ان في مدرب يكون يعني مقصر في حياته ومقصر في دنيته علشان بس يوصل اللاعبين اللي عنده ان هم يبقوا ابطال، ان هم يقدروا لو اتحطوا في مواقف يقدروا يدافعوا عن نفسهم. بيذاكر وبيتعب وبيحط خطط تدريبيه وبجد بيعاني علشان اللعيبه اللي عنده تبقى كلها ابطال، ويجي لاعب يطلع عليه الاصل بيسيبه ويروح لمدرب تاني وبيبقى فاكر ان هو علشان يكسب بوينت عند المدرب التاني ده لازم يغلط في المدرب اللي كان معاه، مع انه المدرب اللي كان معاه ده هو اللي مؤسسه. وانا هنا بتكلم عن المدربين اللي بجد، عن المدربين اللي بجد شغاله على نفسها واللي بجد بتتعب، مش المدربين المنتشرين دلوقتي. في نقطه، مدربك هو مدربك حتى لو كان اقصى طموحه ان هو وصلك انك دخلت بطوله، هو برضه مدربك، هو اللي معلمك الاساسيات، هو اول واحد انت وقفت اديته التحيه، فما ينفعش ان انت تنكر الجهد اللي هو بذله معاك.